بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الهرم المعجزة 5000 سنة عمر، 2,600,000 قطعة حجر متماسكة جميعها بدون أسمنت. احنا بنبني دلوقتي عمارات بالأسمنت والخرسانة والمسلح والحديد، وبعد ما ينزل البنا بشهر يقع. وده بقاله 5000 سنة، 5000 سنة عمر، و2,600,000 قطعة حجر متماسكة جميعها بدون أسمنت. وحجارة ايه ما شاء الله، الواحدة ما بين 2.5 طن إلى 15 طن. وسقف غرفة الملك لوحده، قطعة الحجر الواحدة في هذا السقف من الجرانيت وزنها 70 طن، يعني وزن قاطرة سكة حديد. حاجة غريبة. طب الحاجات دي رفعت ازاي؟ ارتفاع الهرم 149.4 متر، ناطحة سحاب 48 دور. طب ازاي الحجر ده اترفع للارتفاعات الشهيقة دي؟ ولا فيش لا كاميونات ولا جرارات ولا مقطورات ولا أوناش ديزل ولا أوناش كهرباء. طب حصل الحكاية دي ازاي؟ زمان في المدارس الابتدائي بيعلمونا في الكتب بتاعتهم ان الفراعنة بنوا حاجة زي الساتر الترابي كده حوالين الهرم، زي مصطبة ترابية من الطوب الني، وبعدين جروا عليها الأحجار دي فوق بكر من الخشب. حاجة تضحك، ده طبعا كلام فارغ. ازاي تجر قطعة جرانيت واحدة وزنها لوحده 70 طن على بكر خشب، وبتجرها على ايه؟ على طوب ني، على ساتر ترابي. طب ازاي؟ محال. انت عشان تعمل الحكاية دي لازم الأول تعمل تبة خرسانية، وبعدين تجيب جرارات بعجلات ستيل، يعني صلب، عجلات صلب عشان تشيل 70 طن. انما حكايه انك تحط الحاجات دي على ساتر الترابي ولا على مصطبه ولا، وبعدين يبتدوا كم واحد يجر بقى 100,000 عامل طبعا يجروا، واخد بالك هيقفوا فين على الساتر الترابي دول؟ وبعدين ازاي بقى البكر الخشب ده يتغرز، وكله يغرز وكله يقع ويغطس مش ممكن. فدي في الواقع سذاجات. يعني هذه الأحجام من الحجارة عشان ترتفع للارتفاعات دي، يعني مش بس هيتعمل ساتر ترابي ولا مصطبة كده حوالين الهرم. هما بيقولوا لنا في مدارس ابتدائي المصطبة دي هي تمثل السقالة، يعني لأن ده مبنى كبير فهيعملوا له مصطبة حواليه كله. ده زي ما انا قلت لازم يتعمل مبنى مستقل قد الهرم 10 مرات، وعبارة عن تبة خرسانية هائلة بتلف حوالين الهرم، وبعدين يكون موجود الأوناش والمقطورات والكاميونات والعجلات الصلب اللي تشيل 70 طن. ولا طبعا ما حصلش. طب اترفعت ازاي؟ انا في نظري ان ما فيش اطلاقا تفسير للحكاية الخرافية دي، إلا إن العلماء في هذا العصر كان عندهم وسيلة سرية وعلم خاص بيلغوا بيه الجاذبية الأرضية. يعني يعملوا اللي بيسموه دلوقتي الأنتاي جرافيتي، أو إنهم يعملوا منطقة ضد الجاذبية. الحكاية اللي بيحاولوها دلوقتي في أمريكا وروسيا اللي هي الأنتي جرافيتي. لازم العلم ده كان موجود زمان وكان وصل لدرجة الكمال، وكان في علماء بيقدروا بشكل ما يتغلبوا على الجاذبية. فطبعا إذا تغلبوا على الجاذبية يبقى الحجر اللي 70 طن يبقى وزنه ريش، خلاص انتهى الموضوع. وبعدين المسألة لم تقف عند هذا الحد، لأن هندسة الممرات اللي جوه الهرم، الغرف والفراغات، الصقل بتاع الجرانيت، يعني ان الجرانيت نبص نلاقيه جوه مصقول زي المرايه. طب صقلوه ازاي؟ يعني ما فيش، ما نقف محتارين وما نلاقيش تفسير.
وبعدين الحسابات العجيبة بقى لما تيجي تقيس بقى الهرم، فتلاقي ان المحيط نسبة يعني المحيط مقسوما على ارتفاع الهرم يساوي 3.14%، اللي هي طه أو النسبة التقريبية، اللي هي العلاقة الثابتة بين المحيط الدايرة وقطرها. يعني لما تعمل قياس للمحيط الهرم وقياس للارتفاع، تقسم المحيط على الارتفاع يطلع 3.14%، يعني يساوي طه. مش بس كده، لما تخش في أوضة الملك برضو تلاقي المحيط مقسوما على، تقسمه على الارتفاع بتاع أوضة الملك تلاقيه 3.14%. التابوت تقسم برضو المحيط على الارتفاع تلاقي 3.14%. كل غرف الهرم بالشكل ده، تبقى مش مصادفة، تبقى دي في التصميم والهندسة نفسها للناس بتوع رياضيات بقى. طب وليه عملوا كده؟ ده سر كمان لوحده. ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. هل دي صدفة إن دي زي دي؟ ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. هل هي مصادفة؟ وحدة القياس في الهرم اللي بيقولوا عليها البوصة الهرمية، اتضح إنها بتساوي البوصة الإنجليزي تقريبا. مكان الهرم إن هو في النص بالضبط بالنسبة للقارات الخمس. وجوه الهرم اللي هي متجهة إلى الجهات الأساسية، شرق وغرب وشمال وجنوب، ومش أي شمال، ده بالذات الشمال المغناطيسي. وفي طبعا احنا عارفين في فرق بين الشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي 4 درجات. فكونها الاتجاه بالظبط كده بالبوصلة، شرق غرب شمال جنوب، ومش أي شمال، ده الشمال المغناطيسي بالذات، دي مش بسيطة. الممر الدخول للهرم يشير إلى النجم القطبي، والدهليز الداخلي يشير إلى نجم الشعرى اليمني، كما لو كان الهرم ده مرصد. إيه الحكاية بالظبط؟ الكسوة الجيرية للهرم كانت أحد الحاجات البديعة. للأسف الزلزال بتاع سنة 1301 سبب سقوط معظم هذه الكسوة من الحجر الجيري، وما تبقى سرق وبني به مصر القديمة وأسوارها ومساجدها وبيوتها. ولغاية دلوقتي نشوف فعلا في الأسوار تلاقي حتت كاملة من حجر الهرم وعليها الرسوم الفرعونية. وكانت أصلا الكسوة دي بعد ما كسي بها الهرم كان الهرم أملس تماما، ويعني منقوش مطلي بالذهب بنقوش ذهبية، وعليه جداول فلكية، وعليه خراطيش فرعونية وأسرار وأرقام وجداول وحاجات بالشكل ده. يعني طيب، يعني ايه الحكاية بالظبط؟ يعني ايه حقيقة الهرم؟ احنا خدنا زمان في المدارس ان هو مدفن خوفو، وهذا معقول كل الهلمة دي كلها عشان يدفن خوف جواه؟ طب وايه سر الممرات اللي جوه، وان في اكثر من غرفة، وفي غرفة تانية للملكة تحت الارض، والهندسة الغريبة دي، والكتل الحجرية والمعمار الفظيع ده، وليه الممر بيشاور على القطب الشمالي والدهليز بيشاور على الشعر اليمني؟ ثم يعني حتى مش عارفين مين بناه، مختلفين فيها برضه. فأصبح في أكثر من نظرية في حكاية الهرم. ناس يقولوا ده عبارة عن مرصد فلكي، وناس بيقولوا ده بيت للأسرار، وناس بيقولوا ده صحيفة تنبؤات. آخر حاجة طلع بيها 2 من العلماء، واحد فرنساوي واحد إنجليزي، العالم الفرنسي كارنيه والإنجليزي جريفز. عملوا تخطيط دقيق بالمقاس بالظبط لكل الممرات اللي جوه الهرم، واعتبروا ان البوصة الهرمية، قاسوها بالبوصة، يعني البوصة ترمز للسنة. فوصلوا الى نتيجة غريبة جدا، ان هذه الممرات عبارة عن رسم بياني يترجم احداث العالم كله لغاية يوم القيامة. في الحتة دي بيحصل الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية معبر عنها بالنزول الرسم البياني الكذا بالشكل ده. وبقى ايه، وجدوا يا سيدي ان ايه، يوم القيامة هيقوم
سنة 2815 حسب الايه هذه الرموز بتاعة السراديب اللي جوه الهرم. طبعا يعني دي مبالغة شوية، لكن بتدل على حاجة، ان يعني العلماء عندهم حالة غرام وبحكاية الهرم، وايه حكايته، وايه سر السراديب والممرات والمأسات. وطبعا هي فعلا مسألة غريبة وتثير التساؤل. مسألة مين اللي بنى الهرم يعني مختلف فيها برضه، وهم بينسبوا له خوفه لمجرد انهم شافوا خرطوش مكتوب عليه خنم خوفو. لكن خنم خوفو معناها بالهيروغليفية الله جل جلاله. الله، يعني ممكن الحكاية تبقى شيء مختلف خالص، خاصة ان خنم خوفو ده مش معروف بالنسبة للملوك الأسرات، ومالوش لا سيرة ولا تاريخ. وبعدين مسألة التاريخ المصري القديم الخلاف عليها على أشده، لأن الجماعة اللي بيقولوا إن الحضارة المصرية ابتدت من 7000 سنة وإنها حضارة وثنية تعددية، وفي الإحصائية بتاعت العالم بروجش عدد الآلهة عند قدماء المصريين 2800 إله. في الناحية التانية في كلام مختلف خالص. يعني المؤرخ مانيتون، وهو أوثق المؤرخين الفراعنة في يمن عن التاريخ الفرعوني، يعني هذا المؤرخ بيقول إن الحضارة المصرية ابتدت من 12500 سنة. وبعدين في أدلة قاطعة على إن الحضارة دي حضارة توحيدية، ما هياش حضارة وثنية. صحيح احنا بنشوف في التاريخ والهيروغليفيات والبرديات حكاية 2800 إله، لكن لما نقرأ كتاب الموتى نستعجب لما بيخاطبوا الله سبحانه وتعالى يقولوا أنت الأول وليس قبلك شيء. ده في كتاب الموتى، أقدم كتاب فرعوني. يقولوا أنت الأول، بيخاطبوا الخالق سبحانه وتعالى، أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. وبعدين ربنا يقول في هذا الكتاب خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. ده كلام صريح. الله، طب امال ايه ال 2800؟ ممكن نفهمها نقول ان دي كلمة إله ترجمة لكلمة التفصيلي والحرفي اليد القوية، يعني هي صفة. فهل معنى كده ان ال 2800 هي 2800 صفة من صفات الإله الواحد؟ ويبقى في السعادي ده فهمنا كتاب الموتى، لأن كتاب الموتى صريح لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، انتهى الموضوع. والحكام نفسهم كالعادة زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت انه هو يبقى فيه 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات. وكذلك الملك والحاكم يهمه ان يكون في 2800 حزب يخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس. وتكون النتيجة ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصل لنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولأن اللي كتبه الأقوياء اللي هم كهنوت أو حكام، يعني القصر والكهنة هم اللي وصلوا لنا هذا الكم المحرف من المعلومات، وهم اللي خلقوا من 2800 صفة آلهة مستقلة، كل إله عاوز معبد وقرابين. وطبعا يدل على كده عشرات المثلات تشير بالإصبع إلى السماء، ده نوع من التوحيد. زي ما واحد يقول موجود، هو موجود بالشكل ده. فهي المثلات دي كلها مآذن التوحيد ومصاعد الدعاء اللي موجودة في مصر الفرعونية من أول شمال النيل لآخره. وبعدين الله، طب ومنين طلع أخناتون؟ ايه اللي فجأة راح طلع لنا في وسط التاريخ واحد موحد اللي بيسميه أخناتون؟ هل طلع من فراغ؟ مش ممكن. أخناتون ما طلعش من فراغ.
أخناتون طلع من تراث فعلا موجود وعبر عن إحساس موجود. فاللي حاصل إن القصر والكهنة كانوا في ناحية والشعب كان في ناحية تانية، بدليل كلام القرآن نفسه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. بصراحة هنا الآية صريحة، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. الله، ده مصري، ما دام من ألف يبقى فيه المصريين نفسهم كانوا مؤمنين ويكتمون إيمانهم خوفا من الحكام والفراعنة الأقوياء. ولكن هذا الشعب مقهور عن طريق سلطة القصر وتحريف الكهنة، واحنا قدام تاريخ لازم يعاد كتابته من الأول للآخر. وبعدين يعني حتى لما نشوف الآلهة دول نلاقي أساميهم تستوقف النظر. يعني مثلا أتوم، أوزيريس، نوح. الله، طب ما هو دول آدم وإدريس ونوح. خاصة إن أتوم، الإله أتوم الآلهة الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات إنه أول من نزل على الأرض. الله، ما يبقى صريحة بقى. يبقى إذن فعلا كعادة الجماعة التاريخ القديم كان لما الناس الواحد عظيم يموت بعد كده يتحول لأسطورة وبعدين يألهوه. فده اللي حصل لآدم اللي بقى آدم أتوم. أوزيريس هو إدريس، لأنه وصفوه برضو أوزيريس بأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط وتقسيم الفصول والتقويم الشمسي والنجوم والحاجات دي كلها. ودي الحاجات دي كلها تنسب إلى النبي إدريس، ومعروف أن النبي إدريس كان في مصر، وأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي والفصول والنجوم والحاجات دي كلها. فلا غرابة أن يكون أوزيريس هو إدريس. وبعدين نوح حتى بيكتبوها NOHA، هو تعريفه في الفرعونيات إنه هو إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. إذن ده هو لابس تمام على نوح بتاع الطوفان. يبقى فعلا الأتوم وأوزيريس ونوح هم آدم وإدريس ونوح. ويبقى كل اللي حصل إن كان كل ما نبي من دول يموت يتحول إلى أسطورة وبعدين يتحول إلى إله يعبد. وهذا هو التخريف المستمر عبر التاريخ، وهذا هو الإفك القديم زي ما بيقول القرآن، الإفك القديم وهو تأليه الأنبياء. ففي الواقع يعني إن التاريخ المصري يلزم إعادة كتابته، ويلزم يتعرض له نقاد كبار ويحللوه بالضبط. وبعدين الكلمة المكتوبة في الهرم خينهم خوفه بمعنى الله جل جلاله. المسألة ممكن تودي المخ لحاجة تانية خالص. طبعا من النظريات اللي حكاية مين اللي بنى الهرم برضو طلعوا نظرية ان اللي بناهم العلماء الناجون من قارة الأطلنطس. حكاية قارة الأطلنطس هي عبارة عن قارة في المحيط وغرقت، واتكلم عنها أفلاطون في مذكراته لما كان في مصر، سمع عنها عن طريق الكهنة، وإن الجزيرة دي كانت جزيرة يعني متقدمة في الحضارة ووصلت إلى علوم هائلة. وبعدين دخل الناس في حروب وتحول العلم القوى الهائلة اللي ربنا اداها لهم إلى شر، فربنا غرقهم كلهم ونجا بعضهم، وبعضهم جه مصر وبيقولوا هو ده اللي بنى الهرم. وجد كلام تاني برضو على ان لا، ده اللي بنوا الهرم دول الذين هبطوا من السماء. يعني في النهاية مش مصدقين ان اجدادنا الفراعنة هم اللي بنوا الهرم، وهم معذورين طبعا. يعني فين الفرق بين الجد والحفيد؟ الفرق كبير. ونشوف حكاية الهرم ونشوف الفيلم العجيب اللي معانا. الهرم المعجزة 5000 سنة عمر، أحد عجائب الدنيا السبعة. اثنين مليون وستمائة ألف قطعة حجر. هل هو بيت من بيوت الأسرار وفيه العلم القديم المخفي؟ الهرم كان
نتيجة تطور لسلسلة من الأهرام السابقة، منها برضو هرم سقارة المدرج، وهرم خفرع، وهرم منقرع. من اللي دخلوا الهرم بلزوني، وقبل بلزوني كان العرب أيام الخليفة المأمون هم أول ناس فعلا اقتحموا الهرم. دي المصاطب اللي مدفون فيها الأمراء والحاشية، والأمراء هنا مدفونين هم في المصاطب دي غرفة دفن الأمراء، وعلى جدرانها برضو مكتوب الرسوم، وده رسوم للفيضان. النيل عندهم يعني حاجة، هو الحياة. ما بين يونيو وأكتوبر تخضر الأرض ويورق الثمر وتنتعش الحياة، فهو النيل عندهم هو واهب الحياة. وتلاقي برضه في الصور هناك حكاية الشادوف، شوفش الفلاح والشادوف نفس الحكاية القديمة، ودي لغاية دلوقتي الفلاح المصري بيستعمل الشادوف كأن 5000 سنة لسه ما لكنهم 24 ساعة. وبعدين نفس الطريقة بتاع عزق الأرض بالفاس السوائي، صوت السوائي أكنه صوت الزمن، أكنه فيلم بطيء عن الأبدية وعن الزمن اللي ماشي ببطء. والفاس وعزق الأرض بالفاس نفس الأساليب القديمة من 5000 سنة. دي أول أساليب، أول طريقة للدفن كان يعملوا غرفة واحدة وسطى وحواليها غرف صغيرة، الغرفة الوسطى بيحطوا فيها الميت، والغرف اللي حواليها بيحطوا الأدوات الميت. كانت عبارة عن مدافن من الطوب الني. دي كلها الغرف اللي هي حوالين الغرفة الوسطى بيبقى فيها بقى أواني اللي فيها الفواكه والبذور والحاجات دي. ده الكلام ده كان في الأسرة الأولى، كانت المدافن بالشكل ده، كلها مدافن من الطوب الني. وبعدين ظهرت بقى المدافن اللي موجود فيها قرون الطور، عجل أبيس والحاجات دي، لكن برضو كانت من الطوب الني. وبعدين ابتدوا يبنوا مصاطب، كانت مصاطب فوق بعضها، وده بالتدريج تطور إلى الهرم المدرج اللي هو معمول على 6 درجات، وهو كان أول هرم يبنى بالحجر، واللي بناه إمحتب العبقري المصري واللي بيعتبروه إله الطب والهندسة. ده المعبد بتاع سقارة، وده أول معبد في العالم كله اتبنى بالحجر وبالهيئة المتطورة اللي انتم شايفينها دي. طبعا اللي راح منكم سقارة وشاف المعبد الغريب ده هو بالأعمدة والممرات والأسقف، يعني كان بالنسبة لهم بقى أول مرة يستعملوا الحجر، وكان هو الخامة الغريبة. شوف حلاوة الكتلة دي، شوف الباب والعمود والنقش، السقف عاملينه يشبه جذوع النخيل عشان شوف يستمدوا الإلهام من البيئة، مع إنه حجر، سقف حجري، لكن استلهموا البيئة. الباب وضرفة الباب ضرفة حجرية ما بتتحركش، لكن برضه
تديك رمز يعني. ارتفاع سقارة 200 قدم. هنا تمثال ناقص لزوسر اللي بني الهرم في عهده. ده زوسر في حفلة التتويج بتاعته، هو الوسطاني. شوفوا الأعمدة بتاع اللوتس حلو، الكاس اللي في آخر العمود جميل. ده بعد 5000 سنة. دي الأفاعي الحارسة. الحاجات دي من 5000 سنة. شوف بقى كان ياميها. ده إمحتب المهندس العبقري، أول من بنى بالحجر، وكان طبيب عظيم ومهندس. بعد ما مات ألهوه وأصبح أسطورة واعتبروه إله الطب والحكمة، ومش معروف لغاية دلوقتي مدفون فين. الكل بيدور على مقبرته. المدافن بتاعت الملك والأسرة والحاشية كلها تحت سقارة، يعني في البدروم تحت الهرم، كله سراديب وغرف. لكن الملك زوسر له غرفة تانية مختص بيها، غرفة عجيبة كده، لها فتحة ينظر منها إلى رعيته ويتلقى القرابين. هنشوف الأوضة العجيبة دي، أي الفتحة دي، وجواها واقف في الأوضة زوسر بيراقب الرعية ويتلقى القرابين. زوسر جوه الغرفة الخاصة به، وده الشباك اللي بيبص منه على العالم. بعد كده هرم ميدوم، ده كان مشروع هرم لم يكتمل، ما نعرفش ليه، إنما كانت مجرد تجارب بعد ما انتهوا من تجربة الهرم المدرج. وبعد كده جت تجربة هرم دهشور المحدب، أو اللي هو الوسطاني ده. ما نعرفش إيه اللي خلاهم حدبوا هذا الهرم، لكن كانت تجربة برضو من التجارب، اللي هو الهرم ده هرم دهشور. وبعد كده كانت ذروة هذه التجارب الأهرامات الثلاثة بتوع الجيزة، ومنهم الهرم الأكبر وهرم خفرع ومنقرع. ده خوفو اللي هو مظنون إن هو بنى الهرم. ده حورس وعينه الحارسة التي لا تنام. الكهنة والحكام جعلوا من كل الحاجات دي آلهة تعبد وتقدم لها القرابين، لأن دي كانت مصالح. حوالين الهرم بقى الأسرة والحاشية لها مقابر خاصة بيها، يا إما أهرام صغيرة يا إما غرف حجرية بالشكل ده. ده المحجر بتاع الجرانيت في أسوان، كان يقطع الحجارة الجرانيتية من هنا وبعدين تتحمل على المراكب من أسوان وتيجي في النيل لغاية الجيزة. مشوار طويل. هي طبعا ده محجر ترى بيجيبوا منه الحجر الجيري عشان تكسية الهرم من بره. لكن المشكلة ازاي قطع بهذا الحجم تترفع ل 149 متر
من غير آلات، يعني دي مسألة غريبة خالص. يعني من غير طبعا مش ممكن يكون العمال دول شايلين 70 طن حجرة، مش ممكن. فدي كلها حاجات صغيرة بتاع مباني صغيرة بتاع الصعود للهرم. هواية قديمة لا يستطيع الإنسان أن يغالبها، وبيتهيأ للصاعد إلى الهرم أنه صاعد إلى النجوم. وبنلاقي الهواية دي قديمة في التاريخ. الظاهر الناس كل ما يشوفوا الكتلة الفظيعة دي يبقى يجي لهم رغبة في أنهم يتسلقوها. دي رسوم قديمة تاريخية عن صعود الهرم. الخواجات طول عمرهم يجوا والدليل ياخدهم ويطلعهم. السائح لازم يستريح شوية كل ما يطلع كم. الدخول إلى الهرم ده المدخل ده هو اللي فتحه العرب أيام الخليفة المأمون. والسلم ده سلم معمول كده، يعني كانش موجود في الأصل. احنا قلنا ان المدخل ده يشير إلى النجم القطبي. أول ما يخلص هذا المدخل بيسلمنا إلى دهليز. هو دلوقتي في بداية الدهليز ده. الدهليز اللي بنقولنا يشير إلى الشارة اليمنية، وعلى جانبي الدهليز الجدران الجرانيتية مصقولة وملساء. شوف تركيب الهرم من جوه. الغرفة اللي فوق دي هي غرفة الملك، وهو ماشي في الدهليز بقى دلوقتي. دهليز طوله 153 قدم. دهليز ده هيوصل في النهاية لغرفة الملك. الغريبة ان هذه الغرف متصلة بالهواء الخارجي بمسارب وقنوات، بحيث ان الهواء بيتجدد فيها باستمرار. يعني ازاي عملوا الحكاية دي شغلانة ثانية. يعني جميع الغرف الداخلية في الهرم فيها تهوية وممكن تبات فيها. وبعض السياح فعلا بيدفعوا رشاوي ويباتوا جوه التابوت بتاع خوفو. ايوه، دخل دلوقتي الأوضة بتاعة خوفو أو أوضة الملك، غرفة الملك. دي غرفة كلها من الجرانيت. اللي قدامنا ده تابوت لقوه مفتوح، والغطا بتاع التابوت مسروق وما فيهوش أي حاجة، فاضي. السقف بتاع غرفة الملك قلنا إنه هو كتلة جرانيتية واحدة وزنها 70 طن. حاجة شيء خرافي. 70 طن. طيب ازاي رفعوا ال70 طن المسافة دي واتحطت؟ شيء لا يصدق. احنا قلنا ان الحسابات الغريبة في مقاسات الهرم وفي توجهاته، يعني حاجة تحس ان اللي رسمه راجل مهندس وعبقري. ده الهرم في الأصل بالتكسية الجيرية، وازاي ان هو كان مرسوم عليه بالذهب، الحاجات دي كلها، والجداول الفرعونية والحاجات دي. ده المؤرخين القدام بيوصفوا المسائل دي. طبعا التكسية زي ما قلنا وقعت في الزلزال، بعضها اتسرق وبنوا بيه مصر القديمة. وده هنشوف دي في مصر القديمة. دي مساجد ومباني وأسوار في مصر القديمة. هنشوف فعلا. شوف على الشمال الحجر ده من الهرم، وحتى عليه الرسوم الفرعونية. وهنا شوفوا الأرضية جايبينها منين. دي سنة 1954 اكتشفت مراكب الشمس، كانت مدفونة في شق ومتغطية بالحجارة.
سفينة غريبة طولها ضعف طول سفينة كريستوفر كولومبوس. يعني طول هذه السفينة ضعف سفينة كولومبوس، ووجدت بحالة جيدة. هي الخشب بحالة جيدة، ازاي ما تفهمش يتحفظ خشب من خشب الأرز اللي جايبينه من لبنان. ده بقى الطريق الأخير للملك بعد ما يموت، بيمشي في السكة دي للمعبد الجنائزي. في كل هرم فيه معبد جنائزي. ده المعبد الجنائزي بتاع هرم منقرع ده، وده غالبا ده منقرع وراه حورس بيحرسه. وده أنوبيس اللي هو حارس التحنيط والمشرف على تحنيط الميت. ده أنوبيس بيشرف على التحنيط. تحنيط الميت كان فن طبعا وصل فيه الفراعنة لدرجة عظيمة من الإتقان. كانوا الجسم يعالج بأملاح النطرون وبأنواع معينة من الزيوت والكافور. الأحشاء تفرغ وتتحط في أواني خاصة، والدماغ يتفرغ من المخ. وبعد ما يعالج المعالجة دي بيبتدي تتلف بتربط بطريقة دقيقة جدا، وتتملى الفجوات بحيث انه يحتفظ بعد كده بشكله. ده رمسيس. دي الأواني الكانوبية، أواني من المرمر بيحطوا فيها الأحشاء وتحفظ مع الميت. وده الأساس، أساس بتاع الميت يحفظ معاه في دفنه. الأساس ده فرعوني بقى، ملوكي. الكرسي ده، الصناديق الجميلة دي، كل ده يبقى مع الميت، لأن فيها لوازمه بقى لما يصحى في الآخرة يلاقي اللوازم بتاعته. وهنا الميت يجي ياخدوه في الممر الطويل ده بتاع المعبد الجنائزي، واحنا شايفين هنا الموكب كله بقى. وبعدين هنشوف السفينة اللي الملك محمول فيها. شوفوا الملك ممدد اهو، يجروا كلهم الموكب ده، ووراه الحاشية والأتباع والعبيد شايلين الأساس بتاعه وهيندفن معاه. كل واحد شايل له حاجة، حتى الشبشب شايلين، ودول النائحات والباكيات. بعد كده يتحط في التابوت بتاعه. الهرم أثار خيال الباحثين من كل نوع. فدي بعثة من كاليفورنيا جاية تعمل تجارب على الأشعة الكونية، يستقبلوا الأشعة الكونية من جوه الهرم على أمل إن يكتشفوا الغرفة السرية أو الفراغات اللي موجودة في الهرم اللي ما وصلش حد لها. البعثة دي جابت أحدث أجهزة ممكن تحلم بيها. هذه الأجهزة تسجل الأشعة الكونية بعد اختراقها للهرم، فإذا كان في فراغات في السكة هتبان. فما شافوش حاجة، ما شافوش إلا ظل الهرم اللي احنا شايفينه ده. ده عبارة عن ظل الهرم كما تلقيه أو كما تستقبله الأجهزة. ما قدروش يشوفوا أي حاجة. الأشعة الكونية لما بتخبط زي أشعة الشمس كده ترمي ظل، الظل ده هو اللي صوروه، وما قدروش يشوفوا أي حاجة تانية غير كده. فجت بعثة تانية من ستانفورد انستيتيوت من أمريكا، ومعاها جهاز تاني بيعمل الكترومagnetic بالسز، يعني
أمواج إلكترومغناطيسية نابضة. هذه الأمواج تسلط على الهرم من الخارج فتخترق حجارة الهرم، وإذا كان في فراغات وراها تبان. وجابوا برضو الأجهزة وبتاع والهلمة والهيصة دي كلها، شايفينهم هنا دلوقتي في الغرف الداخلية بتاع الهرم، والسواح عمالين يتفرجوا وبيسألوا على ايه وايه وايه، ده ايه وده ايه. طبعا كانت ظروف العمل صعبة قوي، حر ورطوبة وزحمة وفضول الناس، مش سايبين الناس دول يشتغلوا. فشلت البعثة دي فشل ذريع، ولم تستطع الالكترومagnetic بالسز او الموجات الالكترومغناطيسية دي انها تخترق حجارة الهرم. يعني اتضح ان الحساب كان خطأ، والحجارة اللي خدوها نموذج كانت مختلفة عن حجارة الهرم، فما وصلوش لحاجة. شوفوا بيعملوا بس للأشعة دي والموجة دي على أساس تخترق الايه الحجارة وتكشف عن ما وراءها، لكن ما اخترقتش الحجارة، ما قدروش. آخر محاولة عملوها إنهم ابتدوا يصوروا من الأرضية بتاع غرفة بلزوني اللي هي الغرفة الداخلية في الهرم دي، وابتدوا يعملوا بس للأمواجات على أمل إنهم يلاقوا تحت الأوضة دي أوضة ثانية، فما لقوش حاجة، أو الأشعة ما اخترقتش، ففشلت برضو التجربة دي، فانتهت جميع محاولاتهم للفشل. وظل الهرم محتفظ بسره ولم يبح به. هم بيشتغلوا هو في الأرضية بتاعت غرفة بلزوني، بيعملوا بس على أمل إن هذا البث هينفد من أرضية الغرفة ويكشف عن الغرفة اللي تحت، لأن قيل لهم إن تحت الغرفة دي فيه غرفة تانية محدش وصل لها، لكن فشلوا. ورجع كله يعني بخف يا حنين على رأيهم، على رأي المثل. وظل الهرم سرا مستغلقا، ولكن لا يكف العلماء عن التساؤل. طبعا زي ما قلنا الهرم يستحق كل هذه الضجة لأنه بيثير أسئلة لا جواب لها. إزاي رفعت حجارة بوزن 70 طن لهذا الارتفاع؟ إيه سر الحسابات الغريبة دي اللي هي في بدءا من محيط الهرم وارتفاعه لمحيط غرفة الملك وارتفاعها لمحيط التابوت وارتفاعه، إن العلاقة باستمرار تبقى 3.14 اللي هي النسبة التقريبية أو طه. إيه السر؟ وسر التوجهات الدقيقة للجهات الأربعة بالبوصلة المضبوطة، وإنهم عرفوا الشمال المغناطيسي وإنه يفترق عن الشمال الجغرافي 4 درجات، وحددوه بالضبط إزاي، ومين بنى الهرم، وإيه وظيفة الهرم، ومش ممكن الإنسان يتصور إنه مجرد مدفن. المسألة دي أضيفت لها برضو أسرار أخرى غريبة. يعني مثلا اتضح إن غرفة الملك إياها اللي موجودة في نهاية التلت الأول من الهرم، هذه الغرفة مكان التابوت ده إذا حطيت أي حاجة، يعني حتة لحمة مثلا، فتكتشف إنها ما تتعفنش مهما سبتها، تتحول لبسطرمة وتجف لكن ما تعفنش. اللبن يتحول لزبادي لكن ما يعفنش. الفواكه تضمر لكن ما تعفنش. لو انت حطيت مثلا
نبت بذور معينة زي فول أو قمح أو أي حاجة، لوحظ إن الحبوب دي بتنبت بسرعة أكبر مما لو حطيتها بره خارج الهرم. وبعدين واحد تشيكوسلوفاكي اسمه ديربال عمل تجربة غريبة، قال لك طب أنا بلاش سيبك من الهرم ده، أنا هعمل تجاربي على الشكل الهرمي. هعمل هرم كرتون عندنا هناك في تشيكوسلوفاكيا بس بنفس المقاسات وبنفس النسب، واجي احط جوه هذا الهرم في نهاية التلت الاول اعمل تجاربي عليه، فاتضح ان بتدي نفس النتائج. يعني اذا حطيت اي شيء في نهاية التلت الاول من هذا الشكل الهرمي اللي بنفس النسب الفرعونية، تكون النتيجة ان برضه اذا حطيت اي شيء ما يعفنش، واذا حطيت اي بذرة بتنبت بسرعة اكبر مما لو حطيتها في اي شكل اخر. واكتر من كده ديربال اكتشف حاجة غريبة، ان لما شفرات الحلاقة المستهلكة اللي عندك تحطها في هذا المكان ترجع لها الحدة بتاعتها وترجع حامية من تاني. طب ازاي ده؟ طبعا الحكاية دي ديربال قال ان لها شروط، ان لازم الهرم يتحط بحيث انه الاتجاه الشمالي المغناطيسي مظبوط. يعني هذا الهرم الكرتون يتحط بحيث ان الواجهة الشمال تبقى على الشمال المغناطيسي، يعني تتعامل على البوصلة، يعني زي ما الفراعنة عملوه او زي ما بنوه. المسألة دي اثارت كلام كتير قوي، وهي طبعا غريبة. طب ايه ده؟ يعني الحكاية مش مجرد هرم، ده الشكل الهرمي بقى، مش سيبك من الهرم ده الفرعوني، لكن اذا الشكل نفسه انت قلدته خشب او كرتون او باي مادة، وبعدين تكتشف ان لما تحط فيه على نهاية التلت الاولاني البذور فتنمو بسرعة، او اللحمة فما تعفنش، او بتاع، او شفرات الحلاقة فترجع لحدتها الاصلية، او ايه السر يعني. انا لما قريت الكلام ده الحقيقة ما كنتش مصدقه، فانا عملت تجربة، جبت فعلا هرم كرتون، عملت هرم كرتون بنفس المقاسات وحطيته بحيث ان الواجهة الشمالية الجانب الشمالي يبقى متجه للشمال المغناطيسي حسب البوصلة مظبوط، وحطيت تفاحة. انا عارف ان التفاح عندنا بعد اسبوع يعفن، فقعدت 3 اشهر بالتمام والكمال ما عفنتش ولا عطبت، ضمرت شوية لكن تنها حمراء، لونها احمر، خدها احمر 3 اشهر. والتفاحة اللي بره طبعا عفنت. ونفس حكاية في اللبن، برضو اللبن تحول الى زبادي وما يعفنش. وبرضو تجربة الانبات والحاجات دي والبذور، جربت الحاجات دي فطلعت فعلا انها بتنمو اسرع. اذا دي بقى الملاحظات دي حقيقية، تفسيرها بقى موضوع اخر، ان يعني ما حدش عارف لها تفسير خالص حاليا. وبيقولوا ان الشكل الهرمي بيستتبع طاقة معينة. لما تعمل شكل الهرمي بنفس المواصفات بتاعة الهرم ونفس المقاسات والزوايا، فبتتواجد طاقة جوه مش معروف مصدرها، سموها دي انرجي اوف فورم، طاقة ناتجة من الفورم نفسه، وما هياش طاقة من الطاقات المعروفة عندنا. احنا نعرف الضوء والصوت والكهرباء والمغناطيسية، كل دي طاقات، والحرارة ومش عارف، كل دي طاقات. دي طاقة تانية من نوع تاني، سموها بوزيتيف جرين، لأنهم مش لاقيين اسم، على اعتبار انها اشعة معينة او موجة معينة اسمها بوزيتيف جرين، وان البوزيتيف جرين لها هذا التأثير على الانبات بتاع البذور او على التعفن، عدم التعفن. يعني هذه الطاقة حافظة، طاقة لها خواص حافظة للحياة ومنبهة للحياة إذا كانت الحياة في بذور بتنبتها أو حاجات بالشكل ده. أما مسألة إن شفرات الحلاقة تستعيد الحدة بتاعتها تاني، فديربال نفسه اللي هو اللي اكتشف الظاهرة دي يعني ما وجدش تفسير. والتفسير عنده إن اللي وجدوا إن الشفرة بالظبط السر بتاع الحدة بتاعتها إن هي بلورات الصلب، كريستالز اوف ستيل. فلما الواحد يحلق كتير يحصل تتفركش
الكريستالز دي بتاعه اللي هي بلورات الصلب اللي عند الشفره، في حد الشفره. اذا حطيت الموس في المكان ده اهو بتاثيرات مغناطيسيه معينه بترجع البلورات تاخد مكانها القديم، فتكون النتيجه تيجي تحلق بالموس تلاقيه حاد. على اي حال يعني دي مسائل مش لاقي لها تفسير، لكن هي ظواهر بتتقال كده، وممكن اي واحد يجيب هرم بنفس المقاسات ويجرب يلاقي. انا شفته بنفسي. في الواقع ان الهرم لم يكن ملهما للعلماء فقط، ولكن كان ملهم، له الهامات دينيه عند الكثير من خصوصا الاوروبيين. مثلا جماعه في اوروبا اسمها جماعه الروزيكروشن. هذه الجماعه عددها حوالي 14 مليون في العالم، وهم بيعبدوا ربنا على سنه اخناتون. ومن ضمن هؤلاء ال 14 مليون في اسماء معروفه زي سير ايزاك نيوتن واللي اسمه ويليام بيتري وبول روبسون. دول بيحجوا كل سنه، يعملوا العمره بتاعتهم في الهرم، وبييجوا في يوم معلوم ولابسين نوع معين من الاحرام، حاجه زي فوطه بيضه كده وورده حمراء، وبيخشوا الغرفة بتاع الملك يصلوا ويقروا التلاوات بتاعتهم. والتلاوات هي بعض السطور من كتاب أخناتون اللي هو كتاب الأناشيد. بيقروا التلاوة دي: هو الإله الأحد لا شريك له، أخفى من أن يعرف جلاله وأسمى من أن يناقش أمره. يخر الإنسان صاعقا من الرهبة إذا نطق اسمه الخفي. خلق الأرض وما عليها، ما نرى منها وما لا نرى، وحدد مصير الكائنات كلها بحكمة. ما أعظم أعماله، فهو الإله الأحد الذي لا شبيه له. دي التلاوات دي موجودة في كتاب الأناشيد بتاع أخناتون. فيرددوا هذه التلاوات، وانتهى هذا الطقس بتاعهم، وكل سنة لازم يجوا يعملوا عمرة في الهرم بتاعنا. طبعا هي حاجة غريبة، لكن هتوريكوا قد ايه الهرم بتاعنا عامل عند الناس في العالم حاجات غريبة. يعني في علم دلوقتي نتيجة كل الكلام اللي قلناه ده، في علم اسمه البيراميدولوجي او علم الهرميات، نتيجة مجمل الاسرار دي والحاجات اللي مش عارفين لها راس من رجلين. علم الهرميات او البيراميدولوجي زي علم الجيولوجيا وعلم مش عارف البيولوجي وعلم الباليونتولوجي، طلع علم جديد اسمه البيراميدولوجي. والعلم ده له خبراء وله علماء وله ناس متخصصين. وعندنا في مصر واحد من علماء البيراميدولوجي اللي هو المهندس الشهير المعماري سيد كريم. وانا بقى لما احب اعرف شيء من العلوم الغريبة دي بروح له في فيلته في المعادي، وعنده مكتبة ضخمة بقى، ونجيب بقى المراجع والمخطوطات بقى ونقعد نقرا في العجائب بتاع البيراميدولوجي ده. يعني فعلا على الاقل ده احنا بقى اهل الحكايه، يعني كمصريين احنا اولى من غيرنا ان احنا نحاول نفهم ايه حكايه الهرم، وكل واحد يحاول على قد ما يقدر يعني. انما لو قلنا ان في حاجه اسمها جنون الهرم فده صحيح. في ظاهره اسمها جنون الهرم. ايه اللي يخلي جاي علماء من امريكا جايين شايلين مكانات وبتاع، وجايين قال ايه يقيسوا الاشعه الكونيه من جوه الهرم ويشوفوا الغرفه السريه فين، ويجي لما يفشلهم تطلع بعثه تانية جايه من ستانفورد انستيتيوت ومعاها الالكترومagnetic بالسز وتقعد تشتغل، وبعد شويه هيجي ناس تانيين وناس تالتين، وهكذا الحكايه ما بتنتهيش. الغرفه السريه دي حلم العلماء في كل مكان، لان طبعا يعني شوف طلعت من غرفه لما وجدوا مدفن توت عنخ امون طلع منه ايه، فما بال لو فعلا لقوا الغرفه دي. وحكايه الغرفه دي ما هياش يعني مش خرافه، لان مش ممكن هرم زي ده بالعبقريه البنائيه الرهيبه دي وبعدين يعني يقولوا اصل والله ده مدفن خوفو، بس ادي التابوت اهو سرقوا الحراميه وما لقيناش الغطا بتاع التابوت. بقى ده معقول؟ بقى يعني في حرامي. طب انا افهم انه جاي يسرق شويه ذهب من التابوت، مفهوم، يسرق مش عارف الجثه، يسرق زي، لكن يسرق غطا التابوت ازاي؟
انا اول مرة اشوف حرامي ينفع معاه 10 طن. الحرامي اللي شايل 10 طن من الهرم ده طلع ازاي؟ نفسي افهم. ده انا ما اقدرش بعد ما امشي بس في المدخل بتاع الهرم ده 10 خطوات اسورة يغمى عليا وانا مش شايل حاجة. فازاي حرامي بيشيل 10 طن يطلع بيهم ازاي؟ نفسي افهم. ده يبقى طبعا حرامي اولا ساحر ولا هوديني، وراجل صاحب معجزات، وراجل بيلمس الحاجة تختفي، وراجل لابس طاقية لخفة بقى. يبقى في الساعة دي يسرق ليه؟ لو كان هو حرامي بالمواهب الرهيبة دي ما فيش داعي يروح يذل نفسه عشان يسرق حتة طوبة من الهرم. فحكاية ان الحرامية دخلوا وخدوا من الغرفة السرية الثروات اللي فيها وسرقوا غطاء التابوت كذب. ما فيش حرامي يقدر يطلع شايل 10 طن اطلاقا ويفلي يطلع بيها من الهرم ازاي؟ مش فاهم. ده ما كانش لسه الخليفة المأمون بعت العمال وكسروا المدخل، كان كله مقفل. فانا نفسي اعرف بقى الحرامي طلع ازاي ودخل ازاي، دي شغلانه يعني. فطبعا لا الهرم حاجه تانية، الهرم حاجه تانية، وفعلا في اسرار. ده غرفه اسرار وبيت اسرار لا شك فيه، ومدفون فيه العلوم الاوليه اللي ما حدش يعرفها عن الانتي جرافيتي وعن ازاي اتبنى والى اخره، بس محطوطه بغرفه سريه. وهم معذورين ان هم كل شويه ينطوا ويجيب لك اجهزه ويصور ويعمل يعني. يقال ان الغرفة السرية دي تحت غرفة الملكة ب60 متر. غرفة الملكة هي اللي تحت غرفة الملك، الغرفة اللي فوق دي هي الملك، تحت الهرم بقى اللي تحت خالص هي بتاعت الملك، تحتها ب60 متر. يقال ان الغرفة السرية موجودة. وفي قول اخر بان لا ابدا، ده الغرفة السرية دي بقى حكايتها حكاية، وهي تحت ابو الهول نفسه، تحت ابو الهول في معبد جنائزي مهول، وطالع منه ممرات موصلة لجميع الممرات الجنائزية ولجميع الغرف السرية بتاعت 3 أهرام، خوف وخفرة ومنقرة. دي طبعا حكاية تانية دي يعني. على العموم احنا أولى الناس كمصريين ان احنا ننقب عن الحاجات دي، ونرجو ان يعني على ايدنا تكتشف هذه الأشياء، أو على الأقل مقبرة إمحتب، الراجل عبقري الطب والحكمة والهندسة اللي بنى الحاجات دي كلها. يعني احنا اولى ان احنا نكتشف الحاجات دي بدل ما يكتشفها امري او غيره يعني. طبعا يعني في النهاية انا عاوز اقول ان الهرم هيظل معجزة ويظل مثير للتأمل، ومش بس بيثيرنا احنا، بيثير العالم كله، وعامل حالة جنون. وانا من الناس اللي عندهم جنان الهرم ده على اي حال. ونكتفي بهذا الكلام عن البيراميدولوجي، والى حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.